الصحابة وهم الصحابة ما انتبهوا إلى الربط بين آية الظلم في الأنعام وآية الظلم في لقمان، فوقع عندهم اللبس. فهل نحن قادرون على أن نقرأ الآيات ثم نربط آية بآية؟ أيضا هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمات. لاحظ مثلا قول الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، كانتا ملتزقتين ففتق السماء عن الأرض. هاتوا لي آية فيها هذا المعنى غير هذه الآية. فيه هذه الآية هذا المعنى أنه كانتا ملتزقتين ففتقهما، يعني فتق السماء عن الأرض. في آية يمكن نقول تفسر هذه الآية؟ يوجد؟ لا يكاد يوجد. يعني هذا معنى فريد في هذه الآية، هو أحد وجوه المعاني في الآية. لكن في معنى آخر أن السماء كانت رتقا لا تمطر ففتقها الله بالمطر، والأرض كانت رتقا لا تنبت ففتقها الله بماذا؟ بالنبات. هذا المعنى موجود في القرآن وغير موجود. فإذا جمعت المعاني إذا جمعت الآيات التي تحمل هذه المعاني صار في ربط وما صار في ربط؟ متى ربطت أنت؟ بعدما فهمت إيش؟ المعاني. يعني إذا لا تستطيع أن تربط بين آية وآية إلا بعد أن تفهم المعاني وترى أن هذا المعنى هو عين هذا المعنى. ولهذا بعض السلف قال بعد ما ذكر هذا المعنى قال: وهي كقوله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. ذات الرجع ترجع بالمطر مرة بعد مرة، وذات الصدع الأرض ذات الصدع التي تتصدع بالنبات. فربط هذه الآية في سورة الطارق بآية الأنبياء. كيف ربط بين الآيتين إلا بعد ما بين معنى هذه الآية وبين معنى هذه الآية، ثم رأى أن هذه الآية شبيهة بهذه الآية في المعنى. هل عندنا قدرة أننا يعني أيضا نأخذ المصحف ونبدأ نربط الآيات بهذه الطريقة؟ الجواب أيضا لا. هذه مهارة كبيرة جدا جدا تحتاج إلى مقدمات علمية، هذا النوع من ربط الآيات بالآيات أو ربط الأحاديث بالآيات، هل هو من قبيل التفسير المعتمد على النقل البحت أو هو معتمد على الرأي والعقل؟ هذا تفسير عقلي، تفسير بالرأي، تفسير بالاجتهاد حسب المسميات الموجودة اليوم يعني وهي كثيرة. أنه هذا النوع مما يعمد إليه المفسر بقدرته العلمية، يعني راجع إلى عقله وعلمه. ولهذا بناء على هذا نقول: ليس كل من ربط آية بآية أو ربط حديثا بآية أن يكون قوله صوابا أو مقدما. ولهذا لا بد أن تعدلوا في أذهانكم أنه ليس هناك قاعدة ترجيحية الآية التي يشهد لها آية أخرى مقدمة. هذا ليس صحيحا، هي قرينة وليست قاعدة. لماذا؟ لأن لو طبقنا هذا على أنه قاعدة مستقرة سنجد أن مخالفات المحققين من الصحابة وغيرهم لهذه الآيات أو لهذا الأسلوب كثيرة. مثلا الطبري رحمه الله تعالى، ونذكر نموذجا سريعا، عند قول سبحانه وتعالى: ثم السبيل يسره، أورد قول جماعة من المفسرين عن أنه يسر له خروجه من بطن أمه، وأورد قول مجاهد أنه يسر له طريق الخير وطريق الشر، ثم قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بناء على هذه القاعدة المفترض أن نقدم قول من؟ مجاهد. لكن قول الجمهور هذا واحد، والسياق على أنه خروج من بطن أمه. هل نترك قول الجمهور والسياق لأجل أن مجاهدا استدل بآية في آية؟ نقول لا. إذن هذه من القرائن وليست من ماذا؟ من القواعد. يعني بمعنى أنه إذا شهد لهذا المعنى آية أخرى هذا في نظرك أنت، هذا في نظرك، لكن ليست قاعدة يحتكم إليه نقول لا إن قاعدة محكمة. كذلك نفس الفكرة في الأحاديث، أنه حينما تقول هذا الحديث يفسر هذه الآية أي في نظرك أنت، لكنه يبقى أنه ليس قاعدة كلنا نقول يقدم، إلا إذا كان واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ارتفع إلى درجة ماذا؟ درجة المنقول البحت الذي ليس لأي مفسر دخل فيه. كذلك إذا جاءت آية وجاء بعدها مباشرة تفسيرها، يعني تفسير سياقي مباشر، ومن أشهرها قول سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. لا يمكن لمفسر كائنا من كان حتى لو لم يكن عربيا
حتى لو كان كافرا وأراد أن يفسر هذه الآية لا يمكن أن يفسر الطارق بغير النجم الثاقب، لأن السياق فسرها. هذا النوع من تفسير القرآن للقرآن لا يمكن أن يقع فيه خلاف، لا يمكن أن يقع فيه خلاف. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين والذين. إذن هذا النوع من الآيات الذي يتضح فيه ربط الآية بالآية هذا خارج حد النزاع، والتفسير المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم خارج حد النزاع. لكن تكلم عن أن واحد يأتي بآية في سورة ويربطها بآية في سورة أخرى، هذه المهارة تحتاج إلى مقدمات علمية كثيرة حتى يستطيع المفسر أن يبدع في هذا الباب.